السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا الكيك بتاعنا ده ازاي. عندي اول حاجة هنا كوبايتين من الدقيق منخولين، هضيف عليهم رشة من الملح وباكو من الكيك شيف، وهضيف عليهم نص كوبايه من الكاكاو، وهقلب المكونات الجافه دي كلها كده مع بعضها وهركنها على جنب، واتنين باكو من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من السكر. هضرب كل ده في الكبه وارجع لكم تاني. بعد ما ضربت البيض والفانيليا والسكر هنزل بكوبايه من اللبن وعليهم كوبايه الا ربع من الزيت، وهضربهم مع بعض لمده دقيقه كده وارجع لكم تاني. كده حبايبي بعد ما ضربنا كل المكونات السايله مع بعضها هضيف معلقه صغيره من الخل، وهنجيب بقى المكونات الجافه بتاعتنا اللي عملناها في الاول وهنزل بالخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قوام الكيك بتاعي حلو جدا ومظبوط. هنجيب بقى القالب بتاعنا، اي قالب عندك، ممكن صينيه ممكن قالب، الشكل اللي تحبيه. طبعا الفرن عندي لازم يكون والع على درجه حراره 180. هتاخد معانا حوالي نص ساعه وبعد كده هنخرجها من الفرن. والكيك بتاعي في الفرن هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعملها في الكبه او في الخلاط. حطيت نص كوبايه من اللبن وهضيف عليهم نص كوبايه من اللبن البودر وكوبايه من الكاكاو ونص كوبايه من السكر البودره، وهنضربهم في الكبه وهيبقى كده الصوص بتاع الشوكولاته بتاعنا جاهز. كده انا ضربت خلاص صوص الشوكولاته، شايفين قوامه ما شاء الله كده حلو جدا. هنفضيه بقى هنا. لو حسيت ان الصوص تقيل هتخففيه بس بمعلقتين من اللبن. الصوص ده جميل جدا، ينفع لاي حاجه تستخدميه من غير بقى ولا زيت ولا اي حاجه، جميل جدا. والسكر ممكن تقللي وتزودي زي ما انت عايزه براحتك. كده بقى هنركنه على جنب وهنستنى لما الكيك بتاعنا يستوي وهنشوفه مع بعض. انا كده حبايبي طلعت الكيك بتاعي من الفرن، شايفين شكله بسم الله ما شاء الله هش وجميل جدا. هوريهولكوا طبعا من جوه برضو بس لما تبرد معايا الكيكه عشان سخنه جدا. هنستنى لما تبرد وبعدين هنحط عليها صوص الشوكولاته وهنفنشها مع بعض. التزيين ده طبعا بتاعتي انتي، زيناها زي ما تحبي. شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا. هنسيبها طبعا بقى لما تبرد خالص وبعدين هنحط عليها صوص الشوكولاته. الكيكه عندي برد تماما، هنبتدي بقى نحط عليه صوص الشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وزينيها بقى زي ما تحبي. انا حبيت ازينها كده بالاوريو كده بالشكل ده، ولو حابه تحط عليها شوكولاته مبشوره برضو تبقى جميله جدا. اعمليها بالطريقه اللي تعجبك.
وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.